مساء الخير واخر حلقة معانا في فلوس بودكاست في رمضان. يا رب تكون الحلقات اللي فاتت كانت حلوة ومفيدة، وكل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص دخل علينا فجأة، الشهر عدى كده. النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة او فخ، خليني اشبهها فخ بيقع فيه كل البراندات بعد ما رمضان يخلص، وهو ان تقريبا معظم الناس بتوقف تسويق، ودي اكبر غلطة. النهاردة هنتكلم عن التسويق ما بعد الموسم. هنعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي سلوك العميل بتاعنا اتغيرت تماما بعد الموسم. حاسس ان هو صرف كتير، قوة الشرائية بتقل، اهتماماته بتكون متغيرة، يعني اتغيرت تماما. بيحسب كل حاجة، بيخلي باله كويس قوي هيصرف فين وهيشتري ايه، وبيشتري الضروريات. الفخ فين بقى؟ ان انت مش بس بتوقف تسويق، انت لما بتيجي تعمل ماركتينج تاني بتبدأ من الصفر، كأن اللي فات ده كان عايز اعمل منه شوية مبيعات. اول نصيحة النهاردة انك لازم تعمل ريتارجتنج، وهنا مش بتكلم على ميديا باينج بس انا بتكلم بشكل عام. تعمل ريتارجتنج بقى بالكونتنت لو انت شغال اورجانيك، تعمل ريتارجتنج بالكامبينز لو انت شغال بيرفورمانس ماركتنج، او لو انت شغال الاثنين، فانت لازم تركز في الحاجتين. طيب، اعمل ريتارجتنج على ايه؟ المصطلح ده احنا سمعناه كتير، ومصطلح دارج جدا في الماركتنج، واي حد صاحب بيزنس عمل ماركتنج قبل كده فاكيد سمع المصطلح ده. عندك داتا. اول حلقه اتكلمنا عن الداتا اناليسز، وعندنا اي اي تولز تقدر تساعدنا في الكلام ده، ونقدر نجيب العميل ده تاني نقوله تعالى كده، احنا عاملين لك اوفرز ما بعد الموسم، ودي اوفرز مخصوصه لبس الناس اللي اشتروا مننا في رمضان. فانت خلي بالك، هو كده كده عنده الرغبه في المنتج بتاعك، والدليل على كده هو اشترى. فانت كل اللي انت محتاجه تترجر الرغبه دي، او الاحتياج ده، النيد اللي عنده ده، تترجرت كده. تقول له تعالى بس انا عامل لك 20% خصم، انا عامل لك لو اشتريت ده وده يبقى عندك كذا. فتبدا تعيد التفاعل مرة تانية وتعمل مبيعات، خصوصا ان انت داخل على الساحل، فانت داخل على موسم جديد. يعني انت هتخلص رمضان ان شاء الله، عندك شهر 4، او يعني احنا خلاص خلصنا رمضان، 4 و5 6 ساحل، موسم تاني ببيهيفير تاني، بسلوك عميل مختلف، باهتمامات مختلفة تماما، بشكل بيع مختلف خالص، بفايبس مختلفة. فانت لازم تبقى عامل حسابك انك ما توقعش نفسك الشهرين دول لحد ما تخش على موسم جديد، لان بقى ما كانش حد باع غير في المواسم. طيب، دي كانت اول نصيحة. تاني حاجة، انت لو لسه ما بتعملش ستوري تيلينج كونتنت ولا بيرسونال براندنج زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، انت بجد بتخسر. يعني خليني اقول كميه عملاء كل يوم مش طبيعيه، بتخسر لويالتي لشغلك، بتخسر كوميونتي. ستوري تيلينج من اقوى التولز اللي تساعدك في الكونتنت، ان انت تبني كوميونتي. الناس بتحب تسمع قصص. ايه اللي خلانا تابعنا كل المسلسلات دي في رمضان؟ ايه اللي خلانا اتفرجنا على كل ده وبقينا قاعدين مستنيين الحلقه دي والحلقه دي، وفلان وعمل ايه ونام وصحي مات؟ ايه؟ الناس بتحب القصه وتحب ترتبط بحكايه. فانت لو حكيت وعملت ستوري بيهايند الشغل بتاعك او البراند بتاعك او السيرفيس اللي بتقدمها، او لو انت بتعمل بيرسونال براندنج وات ايفر از، انت هتربط العميل بيك كده كده. فدي اهم حاجه لازم تركز فيها في الكونتنت بتاعك. من اهم الحاجات كمان ان انت مش بس تعمل اوفرز، يعني الاوفرز ده مجرد اقتراح. ليه بقى مش بس تعمل اوفرز؟ لانه دلوقتي الناس بقت اوير، الناس بتستقبل كمية رسائل تسويقية في اليوم كبيرة جدا، على الدائري وهو ماشي، على المحور وهو راجع، على التليفون لما بيفتحه، لو بيفتح اللابتوب في الشغل، طول الوقت اعلانات اعلانات اعلانات، في كل حتة اعلانات. فهو عشان يشتري منك لازم يحس ان انت ما بتبيعلوش. فلو انت عملت اوفر بس عشان تعمل لويالتي بروجرام كده او ريتنشن، يعني اللي هو انتوا بس اللي ليكوا الاوفر ده، هتكمل عليه ازاي؟ فلازم تبقى في علاقة، تبني علاقة بينك وبين الكلاينت، يبقى هو قاعد مستني ايه الجديد، يبقى هو قاعد يشوف هو ايه الكونتنت بتاعه من النهارده، حتى لو مش هيشتري. عارف جو السيف ده، اللي هو انت بتنزل كونت فبيعمل سيف، تنزل كونت بيعمل سيف، انت بتبعت له ايميل معين فبيعمله ستار عشان يفضل متابع الكونتنت بتاعك. ففكرة انك تعمل محتوى
يبني علاقة بينك وبين عميلك، هي دي التريجر بتاعتك اللي انت محتاجها في الوقت ده، لان هو ده الوحيد اللي هيخليك ما تقعش بعد رمضان. ولو وقفت تسويق بعد رمضان، انت كل الفلوس اللي دفعتها في المحتوى والافكار والكونتنت اللي عملته هتترمي في الارض. طب ليه؟ انا عندي فرصة جرو، انا عندي فرصة بيع احسن، انا عندي فرصة اعمل كوميونتي للبراند بتاعتي. مستني ايه؟ عايز ايه؟ عايز تسيب كل ده ليه؟ خلصنا رمضان، خلصنا الشهرين اللي بعد رمضان، وانت بقى بتحافظ على الكاستمر اللي دخلك في رمضان وعمال تعمل له ريتنشن بلان وعمال تعمل له كونتنت وستوري تيلينج اند سو اون. ما تنساش تحضير الصيف. الساحل بقى، هنسيب الساحل في حاله؟ مش هينفع. فلو مثلا انت عندك براند فاشن مثلا، لازم تتكلم عن اهم الترندز والالوان والافكار بتاعت الساحل السنة دي. الناس هتلبس ايه؟ ايه اللون الترندي and so on. طب لو انت مثلا، خلينا ناخد example، حد مثلا من نيوتريشنست او الناس بتوع الفتنس والجيم، تعالى بقى نصلح ما دمروا رمضان، محشي بقى والحاجات اللي احنا عملناها دي كلها، نعمل فورمة الساحل. فلازم تبقى في during الشهرين دول انت داخل على موسم تاني بتحضر له. وقبل ما تقرر هتعمل ايه في موسم الصيف، لازم تعمل تاني يا جماعة analysis. لازم تدرس سلوك الكلاينت بتاعك. لازم السلوك بتاعه كل شوية بيتغير، هو نفس الشخص عايش في نفس المكان بنفس الافريج ايج بتاعه في نفس الجامعة او المدرسة او الشغل، ولكن كل مرحلة هو بيعدي بيها أو كل موسم هو اهتماماته بتتغير، أفكاره بتتغير، نظرته وقوته الشرائية بتتغير. فأنت لو مش دارس ده كويس وبناء عليه عامل الماركتينج بلان بتاعتك، أنت هتضيع. لأنه انتوا متخيلين إن احنا رمضان عيد عيد ساحل، وقبل رمضان كان في فالنتاين، فانتوا تك 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 مواسم، كل دي مواسم للبيع وفي اندستريز مختلفة بتسمع بأشكال مختلفة. آخر نصيحة عايزة أقولها لكم بجد، الاستراتيجي حل كل اللي احنا عاملين نتكلم فيه ده، ان انا ابقى عندي هوليستيك فيو. يعني ايه هوليستيك فيو؟ يعني انا باصص على الحكاية من فوق، ما بقاش منغمس داخل البيزنس ومش واعي خالص ان انا ايه ده، احنا داخلين على فلان على كذا، ايه ده عندنا عيد كبير، ايه ده العيد الكبير السنة دي هيجي في الصيف، إيه؟ مش هينفع. لكن لو عامل استراتيجي من اول السنة وشايف المواعيد دي والكالندر بتاعتك ومرتب انا هطلع من ده هخش في ده وخلي بالك، اوعى تستسهل الماركتينج. اوعى يا جماعة تتعاملوا مع التسويق على انه هيتعمل كده، لانه creating content it's a very hard process. مش سهلة، مش سهلة. احنا النهاردة بنصور الاربع حلقات في يوم واحد، دي المفاجأة بقى، انتوا اتفرجتوا على كل الحلقات دي، كل ده متصور في يوم واحد. احنا بنصور بقالنا تقريبا فوق ال8 ساعات او داخلين في 8 ساعات تصوير. ده كله لسه هيتمنتج وهياخد وقت اكبر، ولسه هيتقطع ريلز وينزل. ده بس انا بكلمك على بودكاست، مش بكلمك بقى على الكونتنت بتاع الشركة، ولا بكلمك على كونتنت الكلاينتس ولا. فانت ليه تزنق نفسك؟ اوعى تاخد الحكاية على انها يلا يلا اي حد هيفتح الموبايل هيصور. الموضوع ما بيمشيش كده. احنا من بره كده بنشوفه سهل، بس حرفيا هو من جوه very detailed وفي تفاصيل كتير، وعايز تطلع كواليتي وعايز تطلع اضاءة وعايز تطلع كلام مهم يتقال، معلومة تفيد الناس. فبليز يا جماعة تستهونوش بالتسويق، اعملوا استراتيجي، ابلاي كل اللي قلناه على مدار الاربع حلقات. اكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين نعمل حلقات تاني نتكلم على ايه، ايه المرحله اللي جايه اللي انتوا عايزيننا فيها، نعمل لكم بودكاست على البحر بقى. وبكده نكون ختمنا الموسم الثالث، ويا رب يكون عجبكم، يا رب يكونوا استفدتوا. كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد، اشوفكم على خير، باي باي.